تخيل لو العالم كله اتجمد وبقى عبارة عن جليد، والبشر معظمهم ما بقاش موجود، واللي باقي منهم عايشين تحت الأرض بيحاولوا ينجوا من الجوع والبرد والمرض. لكن الأصعب إن الخطر الحقيقي مش بس من الطبيعة، إنما من بني آدمين اتحولوا لوحوش، وبيبدأ صراع مرعب ما بين البقاء أو الموت. قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. الفيلم بيبدأ بمشهد فيه واحد اسمه سايمون، وكان ماسك سلاح وعاوز يقتل واحد اسمه هالي، وهالي بيحاول يترجاه وبيقول له سيبني أعيش وأنا همشي بعيد عن المكان خالص. وبنشوف واحد اسمه سام اللي مسؤول عن العربيات والمحركات في المستعمرة بيكلم سايمون وبيقول له سيبه يعيش، إنما سايمون مش بيسمع غير صوته الداخلي وفعلا بيقتله. وبعد كده بنعرف إن شكل الأرض اتغير تماما بعد ما الإنسان دمر الغلاف الجوي بالأقمار الصناعية، والدنيا كلها اتحولت لجليد، والبرد قتل أغلب البشر، واللي فاضل منهم اضطر إنه يعمل مستعمرات تحت الأرض، وهنا بيزرعوا بذور وبيربوا شوية حيوانات علشان يفضلوا عايشين. وبسبب الظروف الجوية الصعبة دي انتشر وباء خطير جدا، واللي بيتصاب بيه بيتحط في حجر صحي، ولو خف يبقى تمام، لكن لو ما خفش قدامه اختيارين اتنين بس، يا إما يتقتل يا إما يتنفي من المستعمرة خالص، وساعتها لو اتنفى غالبا برضه هيموت من شدة البرد. بعدها بنشوف سام بيروح لبريكس قائد المستعمرة وبيبلغه انه سايمون قتل هالي برغم انه اختار يمشي من هنا، وده معناه ان حقه في حرية الاختيار اتسلب منه، وبريكس بيبان عليه الزعل. وبعد كده بياخده وبيدخل أوضة الإشارة، وهناك المهندس المسؤول بيقول ان المستعمرة 5 بعتت لهم إشارة استغاثة، وانهم بقالهم ساعة بيحاولوا يردوا عليهم لكن من غير فايدة، وده معناه ان في خطر كبير. بريكس وقتها بيطلب منه يبلغ الكل ان في اجتماع ضروري علشان يناقشوا الموقف. وبعدها سام بيروح لفيكتور في قسم الحيوانات، وبنعرف ان الحيوانات حالتها بقت سيئة جدا ومعظمها بيموت، وفيكتور بيأكد انهم محتاجين البروتين زي البشر بالظبط علشان يقدروا يعيشوا. بعدها بنشوف بريكس واقف مع سايمون وبيزعق له، وده علشان قتل هالي وما سابلوش حرية الاختيار انه يمشي من المكان. سايمون ما كانش عاجبه الكلام وبيقول له ان هو بيتصرف باللي بيشوفه مصلحة للكل، وانك انت اللي كلفتني بالمهمة دي من الاول، وبيسيبه وبيمشي. بعد كده سام بيروح لكاي، وكاي دي بتكون مراته ومسؤولة عن مخزن الأدوية والبذور، وبيطلب منها علاج للأرانب، فبتوعده إنها هتقابله بعد شوية في الاجتماع. وفي الاجتماع بريكس بيقرر إنهم لازم يروحوا المستعمرة 5 يشوفوا الوضع هناك عامل إزاي، خصوصا إن في بينهم تحالفات واتفاقات أمنية. والناس في الاجتماع بيقولوا إن هم محتاجين 2 يتطوعوا ويروحوا مع بريكس علشان ينفذوا المهمة. وسايمون هنا بيعترض وبيقول لهم طب لو خرجتوا وتعديتوا بالفيروس لما ترجعوا هنا هتكونوا خطر علينا. فبريكس بيرد عليه وبيقول له لما نرجع هندخل نفسنا الحجر الصحي ونتأكد إذا كنا مصابين ولا لأ. ساعتها سام ورايدون بيتطوعوا ان هم يروحوا مع بريكس للمستعمرة 5، وفي الوقت ده بريكس بيعين كاي قائد المستعمرة مكانه بشكل مؤقت. وبعدها بياخدوا بالهم ان في شخصين عندهم الاعراض بتاعة الفيروس، فبياخدوهم وبيدخلوهم على الحجر الصحي على طول، وبريكس بينبه عليهم ان محدش يقتلهم غير لما يرجع ويشوف اذا كانوا تعافوا ولا لا، وساعتها هم اللي هيقرروا اذا كانوا يعيشوا او يموتوا. تاني يوم المجموعة بتخرج من المستعمرة وبيتحركوا ناحية المستعمرة رقم 5، وأول لما بيمشوا في طريقهم بيشوفوا أبراج تعديل الطقس، بس كلها كانت متعطلة ومش شغالة، يعني من غير أي فايدة. بعدها بيعدوا على جسر قديم ومتهالك، وهناك بيلاقوا عربية متدمرة جواها جثث بني آدمين، وواحد فيهم بيكون ماسك مسدس، وبريكس بياخدوا يمكن يحتاجوا في المهمة، وبيكملوا طريقهم. وبعدين بيلاقوا طيارة هليكوبتر مدفون نصها في التلج، فبيدخلوا يرتاحوا فيها لحد تاني يوم الصبح. وتاني يوم بيكملوا فعلا طريقهم، وهم قريبين من المستعمرة 5 بيلاقوا آثار دم كتيرة، وبيفضلوا ماشيين وراها لحد ما بتوصلهم لممر عميق جدا وبينزل لتحت الأرض. فبينزلوا على سلم طويل وبيتفاجئوا إن المكان كله غرقان دم، وهم ماشيين بيسمعوا صوت تخبيط فبيقرروا يتبعوه. ولما بيوصلوا الأوضة وبيفتحوها بيلاقوا فيها شخص اسمه لان، بس شكله كان مرعوب منهم جدا، وبيحاولوا يطمنوه بيقولوا له احنا من المستعمرة 7 وجايين نرد على إشارة الاستغاثة اللي انتوا بعتوها، وبيسألوه عن بقية الناس فبيحكي لهم اللي حصل. لما مستعمرة من مدينة تانية بعتت لهم فيديو بيقولوا فيه إن أبراج الطقس عندهم اشتغلت، وكمان فرجهم على الفيديو فعلا الشمس طلعت عندهم والجليد ابتدى يدوب والأرض بقت صالحة للزراعة، لكن مش معاهم أي بذور. ولما بيعرض عليهم الفيديو بيوريهم مكانهم على الخريطة، وقال لهم إن إحنا بعتنا فريق من عندنا بالبذور علشان يوصل لهم، بس لا وصلوا ولا رجعوا هنا تاني. وبدأنا نشك إن في ناس جت وراهم وعرفت طريق المستعمرة بتاعتنا وهم اللي وصلوا لحد هنا. فسام بيسأله بيقول له انت الوحيد اللي باقي في المكان؟ لان بيرد عليه وبيقول له انت عارف لما سمعت صوت التخبيط ده ما كانش انا ما عملتش اي صوت. ساعتها خاف اكتر وتأكد ان الناس اللي مش معروفين لسه موجودين جوه المستعمرة. فبريكس بيقول له انت لازم تيجي معانا ونرجع على المستعمرة بتاعتنا فورا. والجماعة فعلا خرجوا كلهم من المكان، لكن لان فضل واقف جوه على الباب من كتر الخوف. الباقيين بيسمعوا صوت تخبيط تاني فبيمشوا وراه لحد ما بيوصلوا المكان، وبيلاقوا في واحد واقف بيجر بني ادمين وحواليه جثث متقطعة بطريقة صعبة جدا.
الراجل ده حس إن في حد موجود فهجم عليهم، وسام بسرعة ضربه بالنار، والصوت صح باقي اللي معاه، واتضح إنهم مش بشر، دول أكلين لحوم البشر، وطبعا هجموا على المجموعة. فبريكس رمى عليهم قنبلة وحصل اشتباك بينهم جامد، وقدروا إن هم يقتلوا شوية منهم، والمجموعة بسرعة جريت على السلم اللي بيودي المخرج تاني. وبريكس بعد ما طلع فضل يكسر في السلم علشان يمنع أي حد يطلع وراهم، لكن في واحد منهم هجم عليه وحصل بينهم قتال جامد جدا، وفي الآخر بريكس قدر يقتله. سام وبريكس بعدها خرجوا من المكان، وبريكس فجر المستعمرة بالكامل علشان يتأكد إن أكلي لحوم البشر ماتوا كلهم. بعد كده رجعوا للهليكوبتر تاني، وسام سأل بريكس ليه الناس بتعمل كده، وبريكس بيقول له ده الجوع. الصراع على البقاء ممكن يخلي الإنسان أوحش من أي وحش بري شفته في حياتك. وبيقول له زمان لما كنت قائد جيش في الحرب كنا أكتر من 400 ألف بني آدم، ومع نقص الأكل القوي كان بيفترس الضعيف، وكمان كان بيقرر مين يعيش ومين يموت، وانا وسايمون بس اللي قدرنا نهرب قبل ما نتحول لوحوش زيهم، لكن لو انا اتزنقت قوي ممكن اكلك عادي. وتاني يوم المجموعة خرجت من الهليكوبتر، وفجأة شافوا مجموعة أكلي لحوم البشر اللي كانوا فجروا المستعمرة عليهم وكانوا لسه عايشين. الشباب جريوا بسرعة لحد ما وصلوا للجسر، وبريكس وقتها حاول يفجر الجسر بالديناميت، بس التلج طفى معظم المتفجرات، وساعتها رجع يولع الولاعة وفجر نفسه مع الجسر وخلص على كتيبة كاملة منهم، لكن برغم ده واحد منهم فضل عايش. والمشهد بيرجع عند سايمون اللي كان واخد الاتنين المصابين وقتلهم، فكاي شافته ورفعت عليه السلاح لأنه خالف قوانين المستعمرة. وفي اللحظة دي ظهر سام من بعيد راجع، وسكاي جريت عليه لكن سايمون ضربها على دماغها وخلاها تفقد الوعي. بعدها بيبان إن سام اتكلبش، وسايمون واقف وبيقول له من هنا ورايح أنا اللي هحط القوانين وكله هينفذ. فسام بيرد عليه وبيقول له أنت مجنون، إحنا كلنا هنموت كمان شوية. وبدأ يحكي لهم اللي حصل، وقال له إن الناس اللي شافهم دول هيوصلوا هنا قريب ولازم يسيبوا المستعمرة ويهربوا. وكمان قال إن الجليد بيدوب، وإن في مكان الشمس ظهرت فيه والأرض بقت صالحة للزراعة. والناس طبعا افتكرته ان هو بيخرف، وقرروا ان هم يديله مهدئات ويسيبوه. ففي ولد صغير بيخبط في سايمون وبيسرق منه مفاتيح الكلبشات، وبعدها بيديها لسام، وسام بيسلمها لزميله علشان يساعده انه يفك الكلبشات. بعدها سام راح ينقذ كاي وبياخدها معاه، والتلاتة بدأوا يدوروا في اللابتوب على الموقع اللي الشمس طلعت فيه، وأخيرا لقوه وتأكدوا إن الكلام ده كان حقيقي 100%. فسام قدر يحدد المكان بالظبط على الخريطة، وأخد شوية بذور معاه هو وكاي وحاولوا يهربوا، لكن سايمون وقف في وشهم وقال لهم مفيش حد هيخرج من هنا. وسام بيقول له لو فضلنا هنا أكل لحوم البشر هيوصلوا وهيقتلوا الكل. إنما سايمون برضه كان شايف نفسه قائد، وقال أنا القائد وأوامري لازم تتنفذ حتى لو الكل هيموت. وجنون السلطة خلاه اتعمى عن الحقيقة. وفي اللحظة دي سمعوا صوت تخبيط قوي جدا، فبيبصوا على كاميرات المراقبة ولقوا القائد بتاع الجماعة دي بيقطع راس واحد وبيحطها قدام الكاميرا، وبعدها فصل الكاميرات خالص. وبعدها دخلوا فعلا المستعمرة من مواسير الصرف، والقتال بينهم بدأ والكل بدأ يطحن في بعض. وسايمون ومعاه شوية ناس جريوا ودخلوا أوضة وقفلوا الباب عليهم، وما رضيوش يدخلوا سام وكاي معاهم لحد ما واحدة من اللي معاه ضربته على دماغه وفتحت الباب. والجماعة هنا كانوا بيكسروا الباب وعايزين يقتحموه، فساعتها سام قال لهم الحل الوحيد نخرج من مواسير الصرف، وسايمون بيرفض، لكن باقي الناس وافقوا وخرجوا. وسام قبل ما يمشي رمى سلاح لسايمون علشان يدافع بيه عن نفسه، لكن سايمون عشان أصلا مش كويس وجه سلاحه على سام وكان عايز يقتله. فسام بيبص له وبيقول له وفر الطلق بتاعك، دول داخلين عليك دلوقتي. وفعلا الباب اتكسر ودخلوا عليه، وسايمون ضرب رصاص على انبوبه غاز وفجر المكان كله، لكن القائد ومعاه شويه فضلوا عايشين ودخلوا المواسير ورا سام، وحصل قتال بينهم. وسام لقى ساطور وضرب القائد في رجله، بس القائد كان قوي جدا وضربه هو كمان. فسام بسرعه مسك حديده وضربه على دماغه ضربه قويه، لكن هو ما وقعش. في الاخر سام مسك اداه حاده وقطع بيها دماغ القائد نصين قدام الكل. وبعدها سام واللي معاه خرجوا من المستعمره ومعاهم البذور، وقرروا ان هم يروحوا ناحيه المكان اللي الجليد بدا يدوب فيه لانه كان املهم الوحيد. وهنا بينتهي الفيلم. بتمنى يكون الملخص عجبك، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير في الملخص الجاي. سلام.